أهلا وسهلا، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ مزيانين؟ كلشي بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا مره اخرى في شهوة هنيدة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم مملحه اقتصاديه وكتجي لذيذه بزاف. اليوم اللي كيش بالاجبان. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بالعجينه باش نخليوها تبرد في الثلاجه. غادي نحتاجو فيها 250 غرام د الطحين، وغنحتاجو 140 غرام د الزبده، غنحتاجو 2 معالق كبارين د الماء باش نجمعو العجينه. عندي هنايا شويه حبوب الخشخاش، معلقه صغيره د الملح، ومعلقه صغيره السكر، وغنحتاجو صفر بيضه. بسم الله. غادي نبدا نخلط في العجينه. الطحين عملت فيها ديك معلقه صغيره السكر، معلقه الملح ماشي عامره، الزبده وحبوب الخشخاش. اذا بغيتو تزيدوهم زيدوهم، يعني اختياريين، غير انا بغيت نزيدهم في العجينه. كنبقى نخلط بالصبع عندي يدي كيف ما كتشوفوا. كنرمل ديك الزبده مع الطحين مزيان. ملي كنشوفوا ديك الزبده ترملتنا مع الطحين مزيان، غادي نزيد داك صفر بيضه. هنا صفر بيضه كيكون بدا كيجمع لنا العجينه. غادي نكملو بديك 2 معالق د الماء كبارين، معلقه الاولى معلقه الثانيه، وغادي نجمع العجينه عاوتاني عا بالصبعين ديال يدي. العجينه ما كتعجنش، غير كنجمعوها بالصبعين ديالنا حد ما كتجمع لنا العجينه صافي كنحبسو. صافي ملي غتجمع لي العجينه غنخليها ترتاح في الثلاجه واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه عاد باش نخدم بها. بالنسبه للحشوه عندي هنايا بصله متوسطه مشلضه، نص فلفله حمراء مقطعه طريفات، ملحه والابزار. بالنسبه لاباراياكيش غادي نحتاجو 200 ملي د الناطه اللي كنطيبو بها، وعندي 100 غرام د الجبن محكوك. انا شريت هيدا. هادو 4 د الانواع د الاجبان عندي هنايا، نتوما استعملوا الاجبان اللي متوفره عندكم. وعندي هنايا 2 صفار د البيض. هنا غادي نخلط داك صفار البيضات مع الناطه، وغنزيد شويه د الملح والابزار، وغنزيدو ديك 100 غرام د الاجبان اللي عندنا. انا شريتهم هيدا مخلطين. صافي غادي نخليو هاد لاباري على جنب. وهذيك البصله والفلفله الحمراء غادي نشحروهم بشويه الزويته والملحه والابزار. غنخليهم حتى يتشحروا مزيان ويذبالوا ونخليهم يبردوا. هنا العجينه من بعد ما خليتها كترتاح 21 دقيقه في الثلاجه خرجتها، دابا كنطلقها بالمدلك كنخدموا بها بارده. صافي ملي كنطلقوها مزيان كناخذ القطعه. انا استعملت هنا قطعه كبيره شويه حيت عندي الطويصات كبيبرين شويه، وغادي نلبس هذوك القوالب او الطويصات اللي عندي. الفران عندي كيسخن 180 درجه. غادي ندخلهم يطيبوا نص طيبه، يعني غير يتشمعوا وغادي نخرجهم حيت باقي غيطيبوا فيهم العماره. العجينه بعد ما خرجناها من الفران طابت نص طيبه كيف ما كتشوفوا، يعني ما تحمرتش، يتشمعوا صافي حيت باقي غتزيد طيب ملي غادي نعمروها. هذيك البصله وفلفله غادي نعمل في طويصات كاملين شويه شويه. بالنسبه لهاد اللي كاش ما كنحتاجوش نزيدو فيهم لا كفته لا دجاج لا حتى شي حاجه، حيت داك الخليط ديال الاجبان كيعطي واحد المذاق مزيون مع ديك البصله والفلفله مشحرين وكيطيحوا اقتصاديين. دابا هذاك الخليط غادي نبقى نعمر معلقه معلقه في كل طويصه كيف ما كتشوفوا، وغنزيد فرomاج محكوك من الفوق، وغادي ندخلو من الفران اللي عندي مسخن 180 درجه. غادي يكملوا الطياب ديالهم دغيا كيطيبوا دابا، يعني واحد 7 دقائق غادي يكونوا طايبين. الكيج ديالنا هما هادو. من بعد ما خرجتهم من الفران كملوا الطياب ديالهم كيف ما كتشوفوا دغيا كيوجدوا، ما فيهمش المقادير بزاف وكيجيو بنينين بزاف. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. واذا عجبكم الفيديو كالعاده ما تنساوش تخليو لي اعجاب والتعاليق ديالكم. بسلامه عليكم حتى فيديو اخر وصفه اخرى ان شاء الله.